انا من وجهه نظري الشناوي لو هيمشي يمشي من غير مشاكل. ايه رايك في صلاح وايه رايك في عدم ظهور تجديد لصلاح لغايه دلوقتي والموضوع متقفل عليه تقفيله غريبه جدا؟ هو من وجهه نظره عايز يشوف الراجل هيقدر يلعب بيه بعد ما يمشي، هيقدر يلعب بالفريق من غير دي بروين بعد ما يمشي ولا لا. زيه زي الاهلي. باشا احنا عندنا ارسن فينجر 10 سنين على دوري عشان انتوا 20 متعودين بتسمع اللاوي، انت نفسك ولا بنفسك تشيل ايه؟ الاهلي طالما خسر حاجه ما بياكل المدير. ترى بقى على اخواتنا في بورسعيد بقى والدنيا دي تعدي على خير. اعزائنا المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كره كاست، البرنامج الكروي الاجمد الاعظم الامتع على الاطلاق، او احنا بنتمنى يكون كده في يوم من الايام. ودلوقتي هنروح مع اولى فقرات البرنامج بتاعنا، وهي فقره سعيد عامل ايه؟ الحمد لله. الله مستر، اخبارك ايه؟ منورنا. عملت ايه الجوله اللي فاتت؟ الحمد لله زي الفل. بص انا كنت ضايع بس الحمد لله اخويا صلاح يعني هو اللي لحقني. هو صلاح لحق ناس كتير بس الديفرنشال هو اللي بيلحق اكتر بقى. انا كان عندي لعيبه ديفرنشال كتير بس ما حدش عمل حاجه. انا 76 نقطه، نصهم من صلاح، 42 نقطه من صلاح. ما عنديش غير كونيا جاب جون وخد 3 بونص 9 بونت، وعندي مين تاني؟ جابريال عمل اسيست، كنت مستني منه كلين شيت بس يعني ربنا يكون في عونه على المهلبيه اللي هو فيها. وروبنسون كلين شيت. بس ادي التشكيله بتاعتي والباقي كله بلانك. انت عارف انا جايب كام؟ اوكي ادي رقم كده. اوكي 91 يا باشا. يا باشا انا معدي يا ريس. طبعا نصهم صلاح، 42 نقطه صلاح، دي كابتنه صلاح كانت مساعداني. عندي سانشيز، عندي الديفرنشال بتاعي كان اللي هو اينا اللي انا كنت بتكلم عليه من اول خالص. مجرم. الواد جيب لي 15 بوينت، خلاص مش عايز حاجه تاني. وعندي كونيا برضو يعني مدلعني. فكره في نوتنجهام ان هم حتى لو ما جابوش اجوان ما بيدخلش فيهم اجوان كتير، ده حقيقي. فهم دفاعهم مضمون، حتى لعيبه الدفاع بتاعتهم يعتبر بتنافس دفاع الارسنال دلوقتي في حاجات كتير جدا. الواد اينا انا بتكلم فيه من زمان قوي، الواد جامد جدا 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 جدا. ما قلتليش انت عملت في الكاس، طلعت ولا لسه؟ لا انا لسه موجود الحمد لله. على فكره في ناس ما تعرفش ان الكاس دوره الكاس بدات من 3 جولات قبل كده. كان في جوله باي، ناس كتيره طالعه بينها باي، بس يعني الكاس دلوقتي شغال واحنا دلوقتي داخلين في الجوله الرابعه في الكاس. شوف طمن انت لسه في الكاس ولا طلعت. طب انت بالنسبه لك مين بقى اللعيبه اللي عندك في التشكيله خربت الواقع يعني غير صلاح طبعا؟ هو اينا ده اللي انا كنت يعني ما كنتش متخيل ان هو هيعمل معايا كده. وعندي هال برضو. هال رفعني ده الجوله اللي فاتت، ظبطني شويه. يعني مدافعين انا الصراحه ما كنتش بعتمد عليهم كتير، بس يعني او ما بدفعش فيهم فلوس كتير، بس هم دول اللي ظبطوني الفتره اللي فاتت. يعني هال، اينا، الناس دي. طبعا انا عندي في التشكيله اللي هو امبويمو، وعندي الديفرنشال بالنسبه لي اللي هو ويسا. يعني ويسا بيجيب اجوان وسعره رخيص مش غالي. فده بالنسبه لي ده الديفرنشال. وعندي الديفرنشال الاساسي بتاعي هو امادا ديالو. امادا ديالو طبعا مانشستر يونايتد ما عملش حاجه الماتش اللي فات فضاعت. وعايز اقول لك اللي مبوظ التشكيله بتاعتي دلوقتي سوكا ب 10 ونص ومحمر والدنيا عندي. انا اللي جبت اجله. انا اشتريته من جولتين قضيت عليه. خلي بالكم من نفسكم. ضيع لي التشكيله الصراحه. خلي بالكم من ايزاك عشان انا جبته بيعوا والله العظيم. لا انا ما رضيتش. مش هيلعب. انا كنت عايز اجيبه، كنت عايز اجيب ايزاك، كنت عايز اعمل خط هجوم قوي جدا من ايزاك وويسا واولي واتكنز. وبعت طبعا هالاند لان خلاص اللعبه كلها بتبيع. الناس كلها باعته يعني. بس انا بعته متاخر، انا خسرت فيه يعني. انا خسرت في هالاند شويه يعني، بس يعني هو ظبط لي الدنيا الفتره. يعني التشكيله دي ظبطت الدنيا شويه يعني. جبت كونيا هو اداني ال 9 بوينت. كونيا معايا بقاله جولتين مش مزعلني. طيب لا. اللعيبه بقى نروح للعيبه اللي هي اللي دشملت الواقع وخربتها وبوظت التشكيله، واولهم طبعا ساكا انا دافع فيه 10 ونص وبقالي كتير بعتمد عليه، مبوظ لي الدنيا خالص. ساكا دلوقتي نزل دقيقتين، لا منه ده نزل لي الاحتياطي ولا منه لعب، فبوظ لي الدنيا. تاني حاجه انا كنت عايز اغيره بس انا مش معايا تغيير. انا دلوقتي بنافس، انت دلوقتي داخل على جولات كاس. فانت الكاس الماينس بيبوظ لك الدنيا. الكاس بيروح على 1 بوينت، فدي صعبه بالنسبه لي غير الصراحه. ساكا عندي ساكا. بالمر برضو ما عملش حاجه، انا لسه شاريه ما عملش حاجه، ما شفتش منه ريق يعني. مين تاني؟ هم دول اللي مبوظين الدنيا. مبويمو ما عملش حاجه الجوله اللي فاتت، امادو ديالو ما عملش حاجه، ساكا ما عملش حاجه، بالمر ما عملش حاجه، ويسا ما عملش حاجه. دول اللي ما عملوش. اللي عملوا لي هال، اينا، سانشيز، صلاح، كونيا. دول اللي ظبطوا لي الدنيا. هم دول اللي جايبين 91 بوينت. عد عندك ساكا 3 لعيبه من تشيلسي
كلهم بلانك. 2 من يونايتد، راشفورد ومزراوي الاثنين بلانك. ده بالعكس مزراوي جايب نقطه، جايب الماتش كله جايب نقطه. مش عارف انا الفرقه دي. المشكله ان انت الجوله اللي قبلها كنت مقعد مزراوي وكان معاه مزراوي واماد ديالو مقعدهم دك. فالاثنين جابوا عمل، يعني الاثنين جابوا نقط. جيت الجوله دي نزلته وجبت راشفورد ما دخلش التشكيله اصلا. ما هو مش راضي يلعبه خالص البرنس. ومزراوي جاب لي نقطه، الله يعمر بيته وبيت اهله نفر جاب لي نقطه. يعني حاجه في قمه الاطراش يعني. لعيبه انت شايف مين اللعيبه اللي انت ممكن تجيبها الجوله الجايه يعني؟ والله انا جبت ايزاك، في ميرفي بتاع نيوكاسل برضو، في اوبشن في الدفاع دامبرن رخيص والدنيا معاه كويسه، لان هم بداوا يفوقوا، الفرقه بدات تفوق. عندك اي حد من دفاع نوتنجهام دلوقتي كويس، اي حد والله اي حد بجد. انا في اوبشن برضو حد من السيتي على الله يفوقه، هيبقى في لويس في الدفاع، ودي بروين طبعا لو لعب دي بروين. انا مش عارف هو لغايه دلوقتي هو ما بيلعبوش ليه، الاقرع ده مجننا وبيخسر خسارات. هي مشكلته مع دي بروين متهيألي انها شخصيه، مش كلاعب كوره خالص، او في مشكله ان هو ممكن علشان في كلام ان هو عايز يمشي يروح السعوديه، او في انديه في السعوديه طالباه، فهم دلوقتي بيفضلوا هل هم هيعرفوا يعني. هو حتى لو بيجرب هو يعرف يلعب من غيره ولا لا، فهو فشل من غيره. طب ايه رايك ان بيقول لك في ناس بتقول ان ريال مدريد عايزه دي بروين؟ هل ده حقيقي ولا ممكن يروح هناك فعلا؟ حتى لو حصلت هيبقى الموضوع اوفر بالنسبه للريال. الموضوع اوفر معلمين يعني، اوفر معلمين بجد. هتبقى الفرقه كلها معلمين كوره، الفرقه كلها بحريفه، الفرقه كلها حلوه، الفرقه كلها بالسمسم. لا بس مشكله ريال مدريد عنده دفاع وعنده خط النص، هي دي مشكله ريال مدريد. هو الريال دلوقتي لما تتكلم مثلا، هنتكلم عليها طبعا في الكره العالميه، الريال اخر 5 ماتشات جاب 26 جول او 24 جول حاجه كده، اخر 5 ماتشات من غير فينيسيوس ومن غير رودريجو اللي هم لسه راجعين من الاصابه. فنسكيب الحته دي نتكلم فيها في الكره العالميه. نرجع بقى للفانتزي واقول لك بقى على المعلومه الجديده، المايستري شيب الجديده بتاعه الفانتزي بريمير ليج. عرفت عنها ولا ما عرفتش عنها؟ انا بصراحه سمعت، بس انا ما عنديش معلومه، واكيد في ناس كتير طبعا ما عندهاش معلومه برضه، فبقى يعني ايه. بص يا عم سعيد، المايستري شيب دي يا جدعان زيها زي الوايلد كارد، زي الفري هيت، زي التريبل كابتن. هي تشيبايه جديده اسمها اسيستنت مانجر تشيب. الاسيستنت مانجر تشيب ديت ان انت هتختار مدرب من مدربين البريميوم ليج. المدرب ده هيكلفك من 1.5 من نص ل1.5 من فلوس بتاعتك. هتبقى فايدته ايه؟ لازم يلعب 3 جولات يا سعيد، لازم يلعب 3 جولات، ما ينفعش تغيره في خلال 3 جولات دي. لو فاز بيديك 6 بوينت، لو اتعادل بيديك 3 بوينت، لو جاب الجون ب1 بوينت، لو جاب كلين شيت بيديك 2 بوينت. طيب الجديد بقى في الموضوع ان انت لو فزت ماتش من الماتشات اللي هي الفريق اللي انت بينافسك اعلى منك ب5 مراكز، بتاخد 10 بوينت. لو اتعادلت معاه بتاخد 5 بوينت. دي كانت ميزه من الميزات بتاع الاسيستنت مانجر. ايه بقى العيوب ان هي هتاخد منك من الفلوس بتاعت الفانتزي يا جدعان. فانت لو انت هتستغنى من نص ل1.5 مليون، هيأثر عليك في الفلوس طبعا واللعيبه بتاعتك. دي اول حاجه. تاني حاجه هتأثر عليك في ان انت هيتحسب واحد من ضمن الفرق اللي انت بتلعب فيها. يعني انت عارف ان هو لو انت معاك 3 من ليفربول مش هيعرف تاخد المدرب بتاعهم اللي هو سلوت. لو انت معاك مثلا 3 من مانشستر سيتي مش هتعرف تجيب الاقرع بتاعنا اللي هو جوارديولا. فلازم ده هيتحسب من ضمن اللعيبه اللي هم معاك. تاني حاجه ان انت ما تعرفش تغيره في خلال 3 جولات. حتى لو المدرب قال هتبدا تتحاسب على الفرقه اللي انت مختارها كان المدرب بتاعها. تمام. ديت معلومه من المعلومات بتاعت الاسيستنت مانجر، واستنونا في معلومات جديده في خلال الفتره الجايه دي. هقول لكم على معلومات جديده ودقيقه جدا في الاسيستنت مانجر شيب. اوكي. ولو انت لسه بتتفرج علينا لحد دلوقتي وما عملتش سبسكرايب في القناه، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك كل الحاجات الجديده والفيديوهات الجديده، وتبقى ابديتد معانا بالموضوع وكل حاجه احنا بنتكلم عليها. تمام. يلا دلوقتي حالا دلوقتي بقى للفقره المطرشه اللي انت بتحبها. والله العظيم. سوق الجمعه، الكلاب البلدي، وعايزين نعرف بقى صفقه الجراوي اللي بنجيبها كل اسبوع بتطلع في الاخر صفقه تلفانه. المره اللي فاتت جبنا صفقه كلاب كانت بتنوم، فعايزين صفقه كلاب بقى حلوه كده للناس علشان الناس تروح تعمل التغييرات بتاعتها وتظبط. والله لو انت معكش فلوس وعايز صفقه كلاب حلوه قوي،
عندك الواد اليكس ايوبي. الواد ايوبي ده عامل شغل عالي جدا وهيتالق ان شاء الله، لان الواد حلو جدا. فولهام عموما كلها دلوقتي كويسه، يعني الفرقه سواء فايقه. سواء اليكس ايوبي، عندك سميث روم انا متوقع ان هو يرجع تاني. عندك راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز ان شاء الله، اللي انتوا جبتوا له صورته المره اللي فاتت. خيمينيز كويس، الدنيا خيمينيز الدنيا كويس، بس طبعا يعني بحالات. بس اليكس ايوبي فايق جدا 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 جدا. طبعا ما تنسوش امادا ديالو، الواد ده لعيب فظيع. وعندك روجرز، وهو رخيص جدا وبيجيب نقط حلوه قوي. يعني قصدك يبقى رخيص جدا؟ رخيص جدا. انا بالنسبه لي انا كان اي حد من دفاع نوتنجهام زي ما قلت، الفرقه مش بيدخل فيها جوان كتير، حتى لو ما بيهدفوش فمش بيدخل فيهم جوان كتير. تشيلسي المفروض ان هم فايقين، مفروض ففي كذا اوبشن كويسين في تشيلسي دلوقتي، اهمهم طبعا انزو يعتبر دلوقتي بقى محور اللعب كله. ده حقيقي. اللي انا متوقع له ان هو جاي برضو جواو فيليكس في تشيلسي. جواو فيليكس يعني انا متوقع ان هو جاي الفتره اللي جايه تبقى بتاعته، لان خلاص بالمر هدي وسعره غالي، فالناس هتبدا تبيعه وتدور على بديل تاني في تشيلسي. فهو جواو فيليكس هيبقى الدنيا معاه كويسه. عندك طبعا مين ممكن في ارسنال، في ظل ان خلاص ساكا مش هيلعب، ففي مارتينيلي ممكن الناس تعتمد عليه ومش غالي السيزون ده. لويس دياز، بدل لو انت مش معاك فلوس تكمل انت تجيب صلاح، فلويس دياز دلوقتي او جوتا لما رجع، الاثنين متهيألي ان هو ده يبقى الثلاثي الهجومي الفتره اللي جايه لسلوت اللي يعتمد عليه بشكل اساسي. فدي كلها حاجات كده ممكن الناس تدور عليها. وفي نيفيديدي بتاع ليستر سيتي، انا اتكلمت عنه قبل كده ولسه شايف ان هو لحد دلوقتي ما عملش حاجه قد كده، بس الواد ده جاي. انا كنت بتكلم عن ماكنيل، بس ماكنيل مصاب ما بيلعبش بقاله فتره، يعني لما الواد ده كان حلو قوي من الصفقه الحلوه. واينا ما تنساش اينا، الواد ده لا هو انا قلت اي حد في فاستون. طب ايه رايك في استون فيلا في الواد باوتوريس وواتكنز؟ ممكن حد يفكر فيهم؟ انا بفكر في واتكنز بص، بس هو مشكلته ان هو غالي شويه، بس واتكنز لا يعلى عليه. واتكنز ولا ايزاك؟ واتكنز ولا ايزاك كواليتي وسعر. الفتره اللي طبعا جايه الفتره اللي جايه واتكنز هيتألق تألق جامد جدا. وكده عموما الماتش اللي جاي الواتكنز ضد ايزاك. ما انا بقول لك واتكنز هيتألق خلينا تألق. نشوف يا باشا انا كان نفسي ابيع ساكا، لو كان معايا تغييرات ابيع ساكا واجيب واتكنز. بس انا هقول لكم ان انا جبت وود. قلت برضو الواد ده هينفعني الفتره الجايه. دلوقتي خلصنا كلام في الفانتازي اصلي يا ريس، اصلي زي الفل. هنروح ده بقى دلوقتي نلف شويه كده في كوكب الارض ونتكلم في فقره الكره العالميه. انا عارف بقى ان انت بتحب الحاجات دي قوي. حبيبي، فرقتك ريال مدريد، في ظل ان الريال اخر 5 ماتشات تقريبا مسجلين اكتر من 20 جول بمعدل 4 اجوان في كل ماتش، على الرغم ان فينيسيوس لسه مش موجود ورودريجو راجع من اصابه والفرقه مش مكتمله. شايف الموضوع ازاي بقى بعد كده، والريال محتاج ايه علشان في ظل الاهداف اللي بيجيبها كتير دي يترجمها لفوز بقى ويكسب والدنيا تبقى معاه كويسه؟ بص، ريال مدريد ناقصه النص التحتاني كله، طبعا من غير كورتوا والحاجات دي. عندك عايز باك يمين وباك شمال، وعايزك عايز خط نص مدافع، وحد يطلعك بالكره من قدام لورا. يعني ده كله محتاجه. مودريتش خلاص، انت دلوقتي انت معتمد على مين؟ على سيبايوس، على مودريتش، على ناس تشاوميني ما بقاش خالص. فانت ما عندكش الشخص اللي يطلعك من قدام لورا. الدفاع بتعتمد على الواد اسينسيو الجديد. ما عندكش لا باك يمين ولا باك شمال، بتعتمد على فاسكيز، بتعتمد على مندي. دول كلهم ما ينفعوش يبقوا في ريال من مدريد. الاخر الدكه بتاعت الريال من سنتين هي اللي بتلعب دلوقتي. ده حقيقي، ده حقيقي. ما انت ما عندكش اصلا، يعني انت في ناس كده انت جبتها خلاص، فقد الشغف، فقد كل حاجه. حبيبك سيبايوس راح عندكم ما عملش حاجه، جاي ريال مدريد ما عندكش حد يطلعك للكوره قدام. تسيبه يا حبيبي، سيبه لنا يا باشا والله خدوه والله. راجل كان شغال ما تعرفش تقريبا، جه عندكم شلتوا الحجاره ولا هنج ولا ما تفهم، عمل لاج مره واحده. طب ايه رايك في الناس بتقول ان دي بروين هيجي ريال مدريد؟ وانت شايف دي صفقه حلوه ولا وحشه؟ شايف الموضوع كويس، الموضوع كويس قوي، بس انا فاكر ان الموضوع يعني من وجهه نظري الموضوع هيبقى اوفر مواهب، اوفر معلمين، الفرقه كلها تبقى معلمين، الفرقه ده كلها عايزه تاخد بالعكس، الكوره وتلا. انا عايز اقول لك على حاجه، بالعكس هينفع جدا ريال مدريد، لانه ده الحاجه الوحيده اللي ناقصاه في خلال الفتره دي، انه حد يطلعه بالكره لقدام. هو ما عندكش حد دلوقتي. مودريتش مفيش، سيبايوس مفيش حد يربط الجنبين ببعض. يعني الواد دي بروين بيرمي سيروهات يا جدعان، يعدمها، بيعمل حركات مش عارف. الاقرع ابن الاقرع ده ما بيلعبوش خد ليه؟ بالك اصاباته اخر 2-3 كتير يا سيدي، هو دلوقتي مش مصاب وما بيلعبش. شايف الاقرع ما بيلعبوش ليه؟
والله اللي انا سمعته او اللي انا اعرفه ان في كلام ان هو يعني مش هيخسرها معاه عشان دي بروين كان عايز يمشي يروح السعوديه، فهو من وجهه نظره عايز يشوف الراجل هيقدر يلعب بيه بعد ما يمشي، هيقدر يلعب بالفريق من غير دي بروين بعد ما يمشي ولا لا. فانا شايف ان هو فشل ومش هيعرف، فحافظ عليه، فاعملوا اللي هو عايزه. انت 10 ماتشات ما بتكسبش او 11 ماتش ما بتكسبش، فمش عارف مش فاهم له دماغ بص، وانا هو الأقرع زهقت. ابن الأقرع ده مشكلته معاه بيعنصر مع اللعيبة، اللعيب اللي ما بيسمعش كلامه ما بيقوموش زي يايا توريه. يايا توريه يعني عمل معاه كده برضه، وقلنا الكلام ده قبل كده، عنصر معاه مع ان يايا توريه كان افضل حد بيلعب في المركز ده ساعتها، برضه كان بيعنصرها معاه وما بس كانش خد بالك بينزله. الموضوع مختلف شويه مع دي بروين، ليه؟ لان دي بروين هو جوارديولا من سنتين ثلاثه كان بيتكلم على دي بروين ده ان هو ميسي بتاع السيتي، فمتهيألي ان هو مش هيعنصر على دي بروين، بس هو جوارديولا ما عندوش يوم مرحمين، يعني بمعنى ان هو لو شاف حد مأثر على الفريق بينطره فورا. زي الفاريز لما عمل مشاكل مشاه، كانسيلو مشاه، مهما كان اللاعب متألق. فدي بروين حتى لو دي بروين بيفكر انه يعمل مشاكل او بيفكر يضغط على اداره السيتي عشان ياخد فلوس اكتر او ايا يكن السبب، فجوارديولا مش هيبقى عليه ومش هيكبره زي ما دي بروين فاكر. هو بيخسر يا بيه، بيخسر. يعني انت بتجبي ان انت بتعلي الحته الايجو بتاعه، الايجو بتاعه عالي ما عنديش مشكله، بس بتعلي الحته دي على فريقك، فده ما غلط جدا. مهما تقول له 6 بريمير ليج في 7 سنين يشفع له لاي حاجه ممكن يخسرها او اي حاجه ممكن يعملها. بص، الكرة ما بتسميش على حد، خلينا نكون عارفين، ما بتمحي اللي ورا كله. دلوقتي شوف جماهير السيتي بتعمل ايه معاه، ايه الجمهور ما بيرحمش حد. انا لما ادوق طعم الفوز زيه زي الاهلي. باشا احنا عندنا ارسن فينجر عاش 20 سنه على دوري، عشان عاش انتوا 20 سنه، متعودين، عاش 20 سنه على دوري، انتوا متعودين. 20 سنه فضل يدرب الارسنال على دوري خده في 2004. ما انا بقول لك، فقشطه يعني واحنا كنا مرضيين والله يعني. الجمهور ما مفيش مشكله. بيرحمش، فدي مشكله. نيجي بقى للبرنس صلاح. ايه رايك في صلاح، وايه رايك في عدم ظهور تجديد لصلاح لغايه دلوقتي، والموضوع متقفل عليه تقفيله غريبه جدا من اداره انا النادي؟ دلوقتي سعيد، رئيس الليفر سعيد مبسوط المدهش. ولا سعيد سعيد؟ انا دلوقتي الرئيس التنفيذي بتاع الليفر او اي حاجه انا رئيس الليفر، رئيس النادي مم. او صاحب النادي، وصلاح جاي يقول لي انا عايز 20 مليون اديله 20، اعطيه 20 مليون. والله راجل اكتر تهديف في العالم، اكتر واحد صانع اهداف في الدوري الانجليزي، يعني انت بتنافس هالاند، بتنافس بلاوي زرقاء في الدوري، والراجل اكتر واحد مسجل واكتر واحد صانع، وراجل عنده 31 سنه، انت عايز ايه تاني؟ انت شايف ان هو هيكسر رقم هالاند؟ انا اتمنى ان صلاح السنه دي يعمل اي حاجه، على الرغم طبعا يعني مشاكلنا معاه الشخصيه على جنب. احنا مش شخصانين معاه. مشاكلنا الشخصيه معاه على جنب، اه. بس هو صلاح السنه دي كلاعب كوره انا اتمنى ان هو لو كمل السيزون كده مم. يبقى 100% صلاح ياخد بالون دور. خلاص ما فيش منافسه، الموضوع خلصان، ما يعني فيش منافسه مع اي حد. راجل حتى في دوري الابطال مش مقصر، في اي بطوله بيلعب فيها هو مش مقصر في اي حاجه خالص. هتفرق معاه في البطولات القاريه والكلام ده كله، هتفرق معاه شويه في البالون دور، مش هيعرف يظبطها، ما هو الحلو وخصوصا. السنه دي ايه بقى؟ ايوه. ان ما فيش افريقيا. اه. لو تفتكر صلاح في افريقيا اللي كان مترشح فيها للبالون دور، لما خسر قال لك علشان ما خدش بطوله مع المنتخب، على الرغم ان السنه دي فينيسيوس ما كانش خد بطوله مع المنتخب وكان المرشح الاول، وميسي كذا مره ما كانش خد بطوله مع المنتخب وكان مرشح الاول. بس ده محتاج منه ان هو ياخد دوري وياخد دوري ابطال عشان يحقق حاجه زي ده كده. ياخدنا لنقطه تانية، انت شايف ان الدوري الانجليزي السنه دي فيه منافس لليفر؟ لسه فيه، يعني هو فرق 10 نقط ولا 12 نقطه، لان في ماتش مؤجل ليهم، بس لسه فيه. انت انت مش ملاحظ بتتكلم ان لحد انت دلوقتي بتتكلم كل دلوقتي احنا لسه ما خلصناش نص السيزون او نص السيزون بالظبط، فانت قدامك لسه عندك 15 ماتش انت تانيين مش ملاحظ ولا ان لحد دلوقتي الناس لسه بتتكلم ان منافس الليفر هو السيتي السيتي ممكن يرجع مش جدا. تشيلسي مثلا؟ انا ما اعرفش بس انا لسه فيه. هو مشكله السيتي نفسه مش طويل، دي مشكله السيتي. في فرق كده نفسها مش طويل في الدوري، يعني تلاقيها مثلا متالقه ماتش 2 3 وهوب دروب على طول. فهي دي النقطه اللي بكلمك فيها، ان هو السيتي نفسه طويل، والسيتي لو ركب مش هينزل، ما ده حقيقي. بيحلش. بس يا ريس، دي وجهه نظري بس انت ايه رايك في الاجوان بتاعت ريال مدريد؟ بس سيبك بقى من الكلام ده. شفت الصواريخ القاريه اللي حصلت دي، الواد امبابي والواد مش مقتنع فالفيردي، برضه، والله العظيم. لسه ما اقتنعتش ما بصراحه. هو ما انت مش محتاج تقتنع، انت محتاج ان انت تشوف اللي انا بقول لك عليه ده. لو التدعيمات دي جت باك يمين وباك شمال وواحد بس في النص، والله لا هتشوف ريال مدريد في حته ثالثه خالص، وده هيبقى حرام.
على الله ده انا مش هيبقى حرام عارف فعلا. هتروحوا فين تاني من ربنا؟ والله العظيم اصبر بس تعملوا ايه شويه، اصبر تاني؟ بس، باك يمين وباك شمال بس. الراجل الناحيه التانية هانز فليك بيلعب بمحمد حمدون والسيد استباحه والدنيا ليه يا عم؟ ما خربانه انت عندك رافينيا ولامين يامال والدنيا لعبه معاكم، والواد مفيش بدري قاعد والله ده وليفا، العيال كلها، وسمعنا ان هالاند رايح لكم يا العيال ريس. كلها عجزه وكبار سن يا عيني ومش قادرين يتحركوا من مكانهم. هالاند رايح يا ريس. المهم المهم خلينا بقى نخلص دلوقتي الكلام في الكره العالميه والكلام دوت كله بكلمه واحده بس عايز اخدها منك. شايف ان صلاح ياخد بالون دور السنه دي؟ انا مش وجهه نظري، اتمنى بس وجهه نظري لا. انا شايف ان 100% ان شاء الله صلاح لو كمل السنه دي على كده ياخد بالون دور مستريح. نتمنى. خلاص خلينا بقى نستريح شويه من اللف في كوكب الارض وصلاح والدنيا دي ونروح للفقره المحببه لقلبنا شخصيا وهي فقره الكلام عن دلوقتي بقى هنريح شويه من الكلام بره وهنيجي للفقره المحببه لقلبنا وهي الدوري المصري او الايجيبشن بريمير ليج زي ما انا بحب اسميه وعجائب الايجيبشن بريمير ليج والحاجات ما علينا. ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ اللي بيحصل بقى؟ ايه في ايه بقى؟ ايه مشكله؟ ايه رايك في شناوي وكهربا ومشاكلهم مع الجماهير؟ وهل انت مع اللي بيعملوه او ضده؟ وانا هقول لك وجهه نظري. انا اول مره في حياتي ابقى واقف مستغرب للي بيحصل في الاهلي. انا مش شايف اي حاجه من اللي انا بقالي مثلا 20 سنه بشوفها في الاهلي من ساعه ما شفت كوره مثلا او 15 سنه من ساعه ما شفت كوره. اي حاجه بتحصل دلوقتي مش بتاعت الاهلي خالص، مش اي حاجه تبع الاهلي، مش اي حاجه من ريحه الاهلي. طب انا اقول لك رايي. اه بص، اولا اللي حصل ان الاهلي يعني كان بيتمنى حاجه جديده، والجماهير كتيره جدا كانت خلاص شايفه الماتش بتاعها، فجاه لقيتها ايه؟ تحت الارض، مش في الارض، تحت الارض. دفست راسها في الارض، ان هو انت تلعب ريال مدريد في النهائي وفضيه وحاجه كده قويه جدا وكانت سهله بالنسبه لك جدا. فجاه لقيتك تحت الارض. انا بتكلم ما تحطش نفسك ضد جمهور. وخد بالك دي كانت فرصتك الاخيره ان انت تلعب فاينل، ما بعد انا كده خلاص انت هتروح كاس العالم ضيف وتيجي. ما انا بقول لك، انا ده بكلمك حرفيا. كانت الجماهير، وكان الموضوع الماتش في ايدينا، يعني كان الماتش في ايديك انت كاهلي، كسواء بقى الكره بتاع الكهرباء الاخيره اللي ضيعها، او سواء ان الشناوي علاك بضربتين جزاء وانت جيت ضيعتهم وفقدت اعصابك وخسرت الماتش. فديت كانت ليها تاثير سلبي جدا 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 على الجماهير اكتر من اللعيب. الجماهير كانت طايره في السماء خلاص، وهتلاعب ريال مدريد وفي الضيقه والدنيا هوب بقت راسها في الارض ونفسيتها صفر. فبالطبيعي الجماهير هتغضب، هتشتم وهتزعق وهتزعل والكلام ده كله. انت بقى رد فعلك كلعيب او كابتن او الكلام ده كله ما تحتكش مع الجماهير خالص. انت لو احسن، لو اقول لك لو مين، لو رونالدو الظاهره، لو ميسي، ما تحتكش مع الجماهير ايا كان. هيقف اللي هيقف قصاد الجماهير هو خسران. هو طلع اعتذر وطلع وادى اسف، وانا كنت زعلان اكتر منكم وكنت مقهور اكتر منكم واللي بس برضو انا شايف ان هو ما فيش حد يحط نفسه قصاد الجماهير. انا عندي مشكله واحده بس مع الشناوي. امم الشناوي دلوقتي بيعمل يعني من كام سنه كده الشناوي اتريق على شيكابالا ورد فعله على الجمهور، اتريق على كهربا لما كان في الزمالك وردود افعاله مع الجمهور. فهو دلوقتي بيعمل نفس اللي الناس دي عملته وهو كان بيقول عليه غلط. فانا مش عارف هل ده علشان الشناوي، انا بخمن يعني ان الشناوي خلاص هو بالنسبه له مسيرته في الاهلي خلصت، هو بيدور دلوقتي على حته تانية وغالبا هتبقى حاجه في السعوديه. هو دلوقتي ندم على عرض النصر السعودي اللي فوته من سنتين 3. فهو دلوقتي خلاص هو ما بقاش مقتنع، هو بقى شايف مصطفى شوبير جاي ومصطفى شوبير اللي هياكل الدنيا الفتره اللي جايه، وبقى شايف ان في منافسه ليه جوه الاهلي، لان حرفيا من سنتين ما كانش في منافس للشناوي في مصر كلها. فدلوقتي بقى ليه منافس والناس بتنادي ان شوبير لازم يلعب، حتى هو مشخصنها مع شوبير في بعض الحاجات كده. فهو يعني انا من وجهه نظري الشناوي لو هيمشي يمشي من غير مشاكل، بلاش كل ده وده كله ملوش انا لازمه. اعترض معاك في الموضوع ده. الشناوي لسه مكمل وهيكمل كمان سنه. انا بقول لك اهو، ادي موسم قدامه موسم كمان. انا نفسي ما يكملش. انا نفسي يكمل. انت اسماعيلاوي، انت ليه نفسك ولا ما نفسكش ليه؟ انا انت يا حد باشا اسماعيلاوي، انا بتتكلم بناء على الاهلي انا ليه؟ في لعيبه في الاهلي بحبها، يعني انا اكتر لعيب بحبه على الرغم برضو من مشاكل الشخصيه معاه امام عاشور بحبه قوي، الشناوي بحبه قوي، رامي ربيعه بحبه قوي، في لعيبه كتير في الاهلي بحبها. فبزعل لما اشوف لعيب بحبه بيعمل كده. يعني مثلا زيزو لما كان من كام سنه، انا بحب زيزو في الزمالك مثلا، لما زيزو كل لما يقولوا زيزو هيمشي زيزو هيمشي زيزو هيمشي انا بزعل، لان لو راح السعوديه وراح هنا وراح هنا أنا مش هبقى ابديتد بالموضوع قوي، مش هبقى متابع زيزو. انا بحب اتفرج عليه يا عم،
في لعيبه كتير، في لعيبه في الزمالك بحب اتفرج عليها، في لعيبه مهاريه كتير كانت في الزمالك قبل كده. انا عايز اقول لك انا بتفرج على ماتشات بيراميدز عشان مصطفى فتحي، ممكن اشوف ماتش البيراميدز عشان مصطفى فتحي. ففي لعيبه انا بحب اتفرج عليها، بحب اشوفها، فبزعل لما لعيب من دول يحصل فيه مشكله. الشناوي بحبه قوي، في من اولمبيات، من الاولمبيات اللي لعبها مع المنتخب الاولمبي، لكاس العالم، افريقيا اللي لعبها، لحاجات كتير انا بحبها، وبحب له لقطات كتير، وبحب له ان هو قرب من الجمهور في فتره من الفترات قوي. فصعب ان انت دلوقتي تيجي تمشي، حتى لو مشيت او كملت تعمل مشاكل دي مع الجمهور، لان جمهور الاهلي ما بينساش. وجمهور الاهلي لو حط الشناوي في دماغه مش بس هيمشيه من الاهلي، ده هيبطلوا كوره. ما هو هي الفكرة مش في كده، الفكرة إن هو دلوقتي هو كان touch بسيط، طبعًا أنت عارف الكاميرا بتكبّر الموضوع والكلام ده كلّه، هو اللي أنا سمعته أو اللي أنا قريته يعني، إن هو قال لهم إحنا عملنا لكم كتير أوي، أنتم زعلانين ليه؟ أنتم كذا، 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 ما تجوش على اللعيبة. هو كان موقفه دفاعي على اللعيبة بتاعته عشان هو الcoach بتاعهم أو هو الكابتن بتاعهم، كابتن الفريق وكده، فكانوا بيتكلم مع الجمهور أنتم زعلانين ليه؟ ما تضغطوش عليهم، إحنا ياما عملنا لكم ياما وياما وياما، أنتم ليه بتعملوا كده؟ فهو بدافع كابتنة عمل كده، بس هو غلط إن أنت تقف قدام الجمهور أيًا كان. ما ينفعش، انت شخص في بوزيشن ما يعني يمنعك ان انت اصلا تفكر في الجمهور. انت دلوقتي لاعب، انت دلوقتي يعتبر بتتصنف مثلا من احسن 2 او 3 حراس في تاريخ مصر. ده حقيقي. فانت ما ينفعش تحط نفسك في حته ان حد من الجمهور يرد عليك وانت ترد عليه والكلام ده كله. فعلشان برضو ننهي كلامنا، انا اللي مزعلني ان انا زعلان على الشناوي كشخص ان هو يعمل كده. عارف لو كهربا او امام عاشور او حد من العيال دي لسه قدامها كتير عشان تصلح مع الجمهور، إمم. انما انت كشناوي خلاص، سنه هتلعب، سنه هتلعب 2، هتلعب 3، ممكن ما يجيلكش فرصه ان انت تصلح مع الجمهور تاني. بُص، هو أنا مش حكاية يتصالح مع الجمهور، هو دلوقتي كلامه واعتذاره والكلام ده كلّه دي تصليحة مع الجمهور، دي أول حاجة. تاني حاجة مواقفه مش كتيرة السلبية للشناوي، يعني ما عندوش مواقف سلبية، إنما ايوه. عندك إمام عاشور والناس ديّة ليها مواقف سلبية شوية، شباب لسه ولسه هتغلط وتعمل زي ما أنت بتقول قدامها فرص كتيرة، بس هو ما عملش إلا مرّة واحدة بس، والجمهور ما أظنش إن هو إيه هيشيلها له يعني. طيب خلّينا نقفل دلوقتي موضوع الأهلي والشناوي ونروح على الجنب التاني بقى، الزمالك وجروس. آه. جروس بعد ما جه الناس كلّها كانت متفائلة خير، بس اللي حصل غير كده. شايف الزمالك فين مع جروس الفترة اللي جاية؟ بُص، هو الزمالك مع أي استقرار هتلاقيه بيأدّي. هي مشكلة الزمالك، مشكلة الزمالك الوحيدة في الدنيا عدم الاستقرار. الزمالك لو جات له إدارة مستقرة حتى لو بمدرب ضعيف، الزمالك هيأدّي. النفسية بتاعة اللعيبة هتبقى كويسة، هم عندهم لعيبة وsquad كويس أوي، squad جدًا، حلو. جدًا، والفرقة هتقوم قومة حلوة جدًا. حتى لو ما عملتش طفرة زي ما الناس متوقعة أو عايزة من الزمالك، بس الزمالك عايز إدارة مستقرة والدنيا هتبقى تمام جدًا، جدًا يعني. الماتش اللي جاي للأهلي مع المصري، إمم. والاتنين هم اللي بينافسوا على صدارة الدوري مع الزمالك، فأكيد حد فيهم هيعطّل حد. شايف الزمالك هيقدر يستفيد من الموضوع والّا الأهلي مش هيسمّي. الأهلي طالما خسر حاجة ما بياكل النجيلة، طالما خسر بطولة أو زعّل الجماهير بيحاول يعوّضهم بأي طريقة، زي ما أنت شُفت مع اللي حصل مع بلوزداد، يعني سفاحين. يعني ربنا يسترها بقى على أخواتنا في بورسعيد بقى والدنيا دي تعدّي على خير. فإن شاء الله الماتشات الجاية كلّها للأهلي إن شاء الله هننتظر منهم مصالحة للجمهور. فرقة مطرشة، بإذن ماتشات الله، مطرشة، بإذن الله، الدنيا مطرشة. ما تقلقش. تمام. دلوقتي خلصنا حلقتنا، وده كان كلامنا في ال3 فقرات اللي إحنا بتوعنا، المجانين فانتزي والكرة العالمية والكرة المحلية. نتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا، ولو لسه بتتفرج على الفيديو وما عملتش سبسكرايب ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة وتتفرج عليها، تستنى الحلقات الجاية وكل الحاجات دي. زي اللي بيقول كده بالضبط.